ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ طيب الناس دلوقتي مقسومه لفريقين، فريق يقول لك لازم تركب ترموستات الكوعه، وفريق تاني يقول لك لا ما تركبش ترموستات الكوعه، احنا مش في دول برد. فانا خالد البيومي من البيومي اوتوموتيف، يلا بينا. تعالى نبدأ كده من الأول. إيه هي أصلا ترموستات الكوعة؟ ترموستات الكوعة دي عبارة عن بوابة بتسمح بخروج المية السخنة من الموتور في الخط الراجع بتاع الريتادير. طيب البوابه دي بتحس ازاي ان الميه سخنت او الميه وصلت لدرجه حراره التشغيل القياسيه؟ البوابه دي بيبقى عليها زي حساس، مجرد ما الميه بتوصل لدرجه حراره التشغيل القياسيه بتاعه الموتور البوابه دي بتتفتح والميه بتخرج وترجع تاني للريتادير علشان تتبرد، ويدخل مكانها ميه بارده من اللي اتبردت في الريتادير تاني الموتور وتسخن وتطلع تاني والدوره تمشي هكذا. طيب هيحصل ايه بقى لو شلنا ترموستات الكوعه؟ خلينا متفقين على نقطه مهمه جدا. انت علشان تقدر تاخد القدره الحصانيه بتاع الموتور كله وتقدر تاخد العزم بتاع الموتور كله، لازم الموتور يوصل لدرجه حراره اسمها درجه حراره التشغيل القياسيه. لما الموتور يوصل لدرجه الحراره دي انت بتقدر تاخد اكبر قدره حصانيه من الموتور. فانت لو شلت ترموستات الكوعه الميه البارده هتبقى داخله على الميه السخنه، وسحب الموتور هيبقى ضعيف جدا لان هو مش واصل لدرجه حراره التشغيل القياسيه، واستهلاك البنزين هيزيد حبتين. فلا، ما تشيلش ترموستات الكوعه وما تسمعش الكلام اللي يقولك شيل ترموستات الكوعه، احنا مش عايشين في دول برد. الف شكر يا باشوات على المتابعه، السلام عليكم.